بسم الله توكلت على الله. يا ألف أهلا بحبايب المصطفى في الكوكب كله، نوحد الواحد ونصلي على حبيبكم الهادي. وتعالوا مع بعض نعمل أحلى شوية مرتة ممكن تاكليهم في حياتك، وزي ما المكتوب على الفيديو بالظبط، من غير قشطة من غير زبدة. أي حاجة مكتوبة عندي على الفيديو مستحيل تبقى كده وتخش الفيديو تلاقي حاجة تانية، لا ده الحقيقة. مستحيل أحط حاجة غير المكتوبة على الفيديو عشان الناس تخش تعمل مشاهدات وبس. الحمد لله. صدقيني هتدعيلي بعد ما تعملي الوصفة دي. اتفضلي معايا كده نشوف مع بعض هنعمل الوصفة بتاعتنا ازاي النهاردة. بسم الله. الحليب ده جابته ست محترمة تعمل اوردر عندنا، وحصل عندها ظرف فاتصلت بيا واجلت الاوردر، فجينا نخرج الحليب النهارده علشان تاخده وتستخدمه المخبوزات وكوماج وكلام من ده. فقلت لها طب اللبن الرايب ده اعمل لك بيه شويه مرطه ما حصلوش، مش معقوله يا ام محمد. قلت لها والله دوقيها واحكمي بنفسك، ولو ما عجبتكيش انا بدفع ثمنها بزياده لانها بالنسبه لي ثروه. طيب بقى بعد الرغي اللي انت وجعتلنا بيه دماغنا ده، الثروه دي هنستخدمها ازاي؟ دلوقتي انا لو عندي حليب رايب زي ما انا عندي كده، الحليب ده في التراب في التلاجة او مغلي او مش مغلي. اهم حاجه عندي حتى انه لو كان مغلي وراب هو مغلي في التلاجة ما نسيبوش بقى كتير. يعني انت لو مش هتعملي النهارده المرتبي ورايب معاكي مثلا نص كيلو حليب او كيلو حليب، روحي حطاه في قلب كيس وعينيه في الفريزر وهو مغلي ورايب زي ما هو. بقى اشتلت قشطته خير، ما اشتلتهاش خليها بيها تزيده حلاوه، وعينيه في التلاجة زي ما هو. ولو عندك لبن بقى ما تغلاش اصلا وراب، ده يبقى احلى واحلى. ليه؟ لانه بيبقى مسكر. اللبن بيبقى فيه سكر، لان اللبن لما بتغلي ويتساب لما يروب فيه مراره، وكل ما يتركن بره الفريزر وهو مغلي هيزيد مراره. فعشان كده اللبن حلاوته ان انت عينيه هو لسه بالسكر بتاعه كده زي ما قلنا، راي مغلي او مش مغلي في الحالتين. بس انت خدي منه ذره معلقه صغيره كده حتى لو مغلي، وديها على لسانك لو لقيتي فيها مراره بلاش منه عشان ما يخربلكيش الوصفه بتاعتنا. ممكن تستخدمي بقى في معجنات، لكن حلو ما فيهوش مراره ولا حاجه. على طول عينيه في الفريزر لغايه ما تجمعي عليه شويه لبن كمان من هنا من هنا، وبعدين نعمل الوصفه بتاعتنا. لو بكيلو واحد حليب هيطلع لك كميه مش وحشه من المرتة. طيب انا عندي الحليب اللي قدامك دلوقتي سايل، ما هواش متجمد قطع. طيب خلاص مش مشكله، يعني اللي بنزله من دلوقتي من اللبانه ده شويه متجمدين. لو الكميه اللي عندي كلها متجمده زي دي مش هنزلها على طول في الحله، هنزلها من المصفى الاول، عشان لو حطيتها كتله في قلب الحله هتعمل لي وصفه تانية خالص غير المرتة. هي كلها قطع مخرزه كده هنزلها من المصفى الاول. لكن لو هي سايله زي ما انتم شايفينها هوديها على النار على طول ويغلي زي ما انتم شايفين. طيب لو هو قطعه كبيره وعليها شرشه، هنصفي الشرشه الاول وبعد كده ننزل اللبن نفسه الرايب من المصفى. يعني لو هي الشرشه مفصوله لوحدها خلاص ما عندكيش مشكله، سيبي الشرشه لوحدها واعملي الرايب صفيه من المصفى وحطيه على النار. لكن لو في الحاله زي عندي انا كده اللبن رايب لكن مش عامل كتله لسه، وانا مش عاوزه اسيبه يعمل كتله ولا يمرر، انا عايزه استغل السكر بتاعه ده واستخدمه، وكمان اخد كل الخير اللي في قلب الشرشه. لان الشرشه دي هوريكم دلوقتي يا جماعه، شايفين على جناب الحله، شايفين السمنه اللي بدات تظهر على جناب الحله مع الغليان؟ بسم الله ما شاء الله. الصفار اللي بدا يظهر قدامكم ده من الخير اللي في قلب الشرشه. فهي الشرشه مفيده في الخير اللي بتطلعه، لكن طبعا بتاخد وقت كتير على النار اكتر ما تكوني حاطه الحليب الرايب لوحده بدون حاجه، فبياخد وقت اقل. لكن صراحه بيكون طعم المرته اللي محطوطه بخيرها كده بشرشتها بكل حاجه طعمها احلى كتير جدا، وكميتها كمان بتبقى اكتر. انت بتبخري كده كده الكميه الشرشه دي من على البوتاجاز، لكن بتستفيد زي ما قلنا بايه، بالسمنه اللي فيها والخير اللي فيها. طيب انا هتفضل عندي الشرشه تغلي كده بالرايب اللي فيها لغايه ما تتقسط خالص خالص زي ما انتم شايفين. كل ماده بتتقسط وكل ماده يظهر على الجنب بتاعها السمنه اللي انتم شايفينها دي. ما شاء الله انا بشاور لكم اهوت بالسباتولا السمنه بدات تظهر على جنابها اهيت ما شاء الله. ورغم ان انا يعني الحليب ده كان متشال منه قشطه كتير قوي، بس كمان فيه خير ما شاء الله تبارك الرحمن. هسيبه لسه يغلي على النار لغايه ما يتقسط خالص، وكل شويه ايدي فيه، يعني ما تتكليش ان هو فيه شرشه فتسيبيه يتحرق، لان فيه حليب برضه فهينزل في الارض بتاع الحله ويتحرق منك. فكل شويه قلبي لغايه ما يتقسط معانا، نشوف هنعمل فيه ايه.
طبعا زي ما انت شايفه بدا اهو تديكي لون ويتقسط، بيتخرز شويه، ما تقلقيش من التخريزه دي خالص. انت اصلا لو دقتيها في المرحله اللي هي فيها دي هتلاقي طعمها جميل جدا. احنا لغايه دلوقتي ما حطيناش فيها ملح لو تلاحظوا. طبعا انا ما حطيتش ملح دلوقتي لان انا بعمل بقى حاجه على مزاجي، مش بعمل حاجه جايبه حاجه من السوق بقى مرتبطه بملحها، لا خالص. تقدري تحطي ملح من الاول، بس لو حطيتي ملح من الاول هيقلل لك كميه المرته اللي طالعه. فانت خلي الملح في الاخر خالص، هنظبطه مع بعض. خلاص انا بسيبها بقى على النار تغلي زي ما انتم شايفين كده. يا جماعه لو ما شاء الله زي ما انتم شايفين كل ماده تغمق وكل ماده تتقل ولونها يحلو وكمان ريحتها تحلو. هتلاقوا على وشها شويه سمنه دلوقتي ايه، زبد يا معلم، ما شاء الله تبارك الرحمن. زي ما انتم شايفين خلاص السوائل اللي فيها قلت. انا طبعا من اول ما غليت قوي يعني بدات تغلي كده وانا وطيت عليها النار شويه، ما خليتهاش النار عاليه عليها قوي، الا لو السوائل عندك عاليه كتير وانت فاضيه تقلبيها كل شويه. في المرحله دي انا حطيت الملح اللي انا حطيته معلقتين، هم معلقه الشاي تقدري تقولي. حطيت بيها معلقتين ملح على قد ايه حليب دولت، تقريبا كده 4 كيلو، هم كانوا كلهم 5 كيلو وحته قشطه صغيره. لكن احنا خدنا حته القشطه وكيلو منهم متجمد زي ما هو واستخدمناه لمعجنات. وخدنا ال4 كيلو صافيين يا جماعه بمنتهى الامانه، دول 4 كيلو خدناهم صافيين، حتى اشتلنا قطعه القشطه واستخدمناها من غير القشطه. ودولت ال4 كيلو حطيت عليهم معلقتين 2 ملح، ما يعادل نص معلقه للكيلو الحليب ملح، عشان يبقى ايه كده ملحها تحس انه زي ملح الاكل العادي جدا. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله اهيت. زي ما انتم شايفين السمنه بتاعتها جايه على الجنب بتاعها ازاي. والحله اللي فيها الكميه دي كبيره، فبسم الله ما شاء الله دي عامله 2 كيلو مرتاحين، 2 كيلو مرته من غير مبالغه. زي ما انتم شايفين ان هي بعد ما استوت كده بقت مخرزه التخريزه دي. لكن الريحه طبعا ريحه المرته احلى ريحه والطعم جميل جدا جدا، لكن فيها التخريزه دي فانا مش عايزه اوديها للعميل وهي مخرزه كده. سبتها تبرد شويه. كان عندي شغل تاني، المفروض ان انا في الحاله دي اضربها على طول، شغلت في حاجات تانية فسبتها بردت. وكمان صاحبه الاوردر اخدت منها يعني علبه بسم الله ما شاء الله فيها يجي كيلو، مستعجله عشان ياكلوا منها ومش مصدقين نفسهم انها طلعت بالحلاوه دي، رغم ان احنا لسه ما كملناش شغلنا فيها. اخدت علبه يعني تقريبا كيلو عشان تاكلها مع اولادها لما دقت طعمها وتدوها للناس اللي عندها في البيت. فبألف هنا وشفا. احنا خدت الكميه اللي باقيه، بس طبعا كان فات وقت فبردت. طلبت مني ازود ملحها شويه فزودتها معلقه ملح زي ما هم عاوزين. زي ما قلت لكم الملح هنا جميل جدا، انت بتتحكمي فيه زي ما انت عاوزه حسب رغبه اسرتك. دلوقتي هزود كوبايه حليب عشان اضرب بيها المرته بتاعتي. طب تقدري تستغني عن خطوه اضافه الحليب وتعملي ايه، تضربيها وهي لسه فيها شويه سوائل، يعني قبل ما تنشف قوي خديها اضربي. انا طبعا مش بضرب في نفس الحله اللي انا شغاله فيها، لان وناس كتير سالوني عن الموضوع ده، انت بتشتغلي بهاند بلندر ليه دايما بره الحله؟ الهاند بتاعي بيأثر في الحلل، بوظ عندي حله سيراميك، فطبعا مش مستعده ان انا اخرب الحاجات، زائد الحاجات اللي بتطلع من الحلل دي بتأثر طبعا في فوائد الاكل اللي احنا بناكله. فانا باخدها افضيها في حاجه كده تانية اضرب فيها وارجعها تاني في حلتها. زي ما انتم شايفين كده اتضربت بقت بالنعوميه اللي انتم شايفينها دي، بقت كده ايه ما شاء الله كريميه جدا جدا. عايز اقول لكم والله يا جماعه الريحه بسم الله ما شاء الله اكني مسيحه مثلا 20 كيلو زبده من النوع الممتاز جدا. وانا عم عملت لكم الاوردر ده كنت عملت حوالي 4 أو 5 مرات لنفس الاسره واسر تانية من ساعه ما دقوا المرتة بالطريقه دي، وبيجيبوا الحليب اروبه لهم واعمله لهم بنفس الطريقه دي. هنشتغل بعد كده هنعمله مشروع الحقيقه يعني. طيب احنا زودنا، هي زي ما قالت عايزه تزود الملح، عايزه تزود كمان السمنه، ده طبعا يرجع لك انت. انا شايفه ان الدسم بتاعها ممتاز جدا جدا ومش محتاجه سمنه، لكن هي عايزه تزودها سمنه، بتحب طبقه سمنه على وش المرته كده ايه, يعني زي بتاعه زمان قوي دي اللي كانوا بيسيبوها بسمنتها تقريبا، ما كانوش بيصفوا السمنه من فوقها اصلا. فاحنا نعملها لها زي ما هي عايزه، وهي طلعت زي ما هي عايزه الحمد لله. هسيبها على النار بقى تاخد غلوه صغيره، وفي الحاله دي عايزه تسيبيها على نفس اللون ده، يعني تاخد غلوه صغيره جدا وتطفي عليها. عايزه تغمقيها شويه زي ما تحبي انت، هتشوف انا هوصلها معاك لاي درجه دلوقتي. نهار ابيض على الجمال والطعامه والحلاوه. واللي عدى عليا دلوقتي الكماج اللي احنا عاملينه مع حته المرته دي، كنت وريتكم المقطع ده خطير يا جماعه غير طبيعي. شايفين المرته عامله ازاي بسم الله ما شاء الله كريميه ازاي، لغايه ما خلصت وهي بنفس الوضع ده، كريميه جدا جدا وطعمها جميل، ملحها مظبوط، ريحتها حلوه قوي، كميه كبيره جدا.
يعني انتوا هتشوفوا دلوقتي احنا نعبي كام علبه غير اللي خدته صاحبه الاوردر، واخده علبه كبيره كيلو وزناها يعني، عشان تبقى عارفه الكميه اللي طلعت قد ايه. لانها شكلها هتنافسني في الموضوع وتشتغل فيه فلا اله الا الله. الباقي بقى هعبيه قدامكم دلوقتي، بس انا زي سايباها تاخد لون اكتر، ولانها زي الكحك كده لما بتلون شويه بتزيد نعوميه وتزيد حلاوه. فاحنا هنعمل كده ايه، هناخدها بس على النار دقيقه كمان وانا معاكم، وهنعبي سوا نشوف الكميه اللي هتطلع قد ايه كده. هي جايبه لي العلب ديت ومش عايزاهم مليانين قوي عشان هتودي كل علبه لحد من ولادها، لان العلبه الكبيره اللي اخدتها هي استولوا عليها في البيت عندها، فهي توزع دي عليهم. والله يا جماعه في نفس اليوم بسم الله ما شاء الله جابت لي حليب في نفس اليوم. عملت لها تاني يعني في نفس اليوم جاني حليب من عندهم 8 كيلو، روبتهم واشتغلت لهم بيهم على طول. واللي جايبينهم بنتها وزوجات ولادها من حلاوه المرته اللي راحت لهم. طبعا احنا في جو صيف، في مصيف وفي خروجات وبتاع، وفي المدارس كمان سندوتش سريع وواثقه من خاماته جدا جدا ونضيف جدا وكميه جميله جدا. يعني إيه اللي ممكن تجيبيه البان يطلع لك الكميه دي وبالحلاوه دي. والمرته طبعا معروفه في مصر كلها، وحتى في الدول العربيه اللي بيدوقها منهم بيحبها جدا جدا. انا ليا صديقات سعوديات يعني بيعشقوا المرته دي عشق، وبعملها لهم بيحبوها جدا جدا، وبيحبوها بالطريقه دي قوي، يعني بيحسوا انها بيقولوا انها احلى كمان من الطريقه التانية. طبعا الطريقه التانية جميله جدا اللي بالزبده مفيش شك، الا انها مش متوفره. يعني انت هتجيبي منين زبده بألوفات عشان تطلعي كميه زي دي؟ فعلا النهارده سعر الزبده عالي جدا، وعشان تطلعي المرته النظيفه في بيتك بالجوده دي والجمال ده، فانت فعلا حرفيا عايزه ألوفات يعني. لكن احنا طلعناها ب 100 جنيه. 100 جنيه، 100 جنيه النهارده يا جماعه مش حق علبه جبنه. تمام. فما بالك بالمرته وبالحلاوه دي. انا عايزاكم تاخدوا بالكم من نقطه الطعم والريحه، ومش هتقدروا تحكموا عليه غير لما تجربوا الوصفه في قلب بيتكم وتدعوا لي. لا، تدعوا لوالدتي رحمه الله عليها، لان هي صاحبه الوصفات الجميله اللي دايما يعني متفوقه على عصرها من سنين السنين رحمه الله عليها. فرجاء رجاء بالله عليكم، بالله عليكم، اول مره بطلب منكم حاجه، اذا عجبتكم الوصفه وفي واحد بس استفاد منها، فرجاء دعوة طيبة منكم لوالدي رحمة الله عليهم. ربنا يدي آبائكم كلهم الصحة والعافية يا رب، ويديمهم نعمة في حياتكم. دعوة لوالدي ووالدتي بالرحمة، وأكون شاكرة لكم جدا جدا. وأتمنى إذا عجبكم الفيديو كمان تشرفونا بوجودكم معانا على القناة، تشجيعكم لينا بالإعجاب والتعليق على الفيديو. ببقى سعيدة جدا جدا لما بشوف تعليقاتكم، وبحمد ربنا برغم ان محدش معايا خالص على القناة، تقريبا القناة فاضية مفيش فيها متابعين، مفيش فيها اشتراكات ولا مشاهدات، لكن ولله الحمد في نعمة وفضل من الله. ولو في فرد واحد بس بيشوف الفيديو فأنا كده ربنا كرمني آخر كرم، وله الحمد والفضل والنعمة والجود والمنة من الله على وجود الفرد ده معايا، وإن فرد واحد يستفيد من الفيديو ده نعمة كبيرة جدا جدا. أتمنى إنها تكون لي عند ربنا أحسن من أي شيء خالص. ومنتظراكم تشرفوني في القناة، منتظرة تزيدوا في القناة، تشرفوا باشتراكاتكم وتعليقاتكم ولايكاتكم وحواراتكم معايا في القناة. أتمنى وجودكم معايا، لو أستاهل وجودكم معايا. استودعتكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.